لما بتصحى من النوم وهدومك بتلاقيها مبلولة عرق، هو ده ليه تفسير؟ تعالى هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا اسمها التعرق الليلي. لازم تعرف ان التعرق الليلي ده مش معناه ان الجو حر وخلاص، دي ساعات بتكون علامة خطيرة ان في مشكلة في جسمك. مريض السكر مثلا ممكن يحصل تعرق لو السكر نزل وهو نايم، وفي ناس تانية بيحصل مع الالتهابات المزمنة زي مشاكل الضرن والغدة الدرقية. بس كمان في ادوية ممكن تسبب الاعراض دي زي بعض ادوية الاكتئاب. والاهم بقى ان التعرق الليلي ده لما بيكون متكرر ممكن يكون اشارة ان في اورام لم يتم اكتشافها بعد. فالموضوع لازم تعرف انه مش بسيط، لكن محتاج استشارة الطبيب، ولازم نعرف التاريخ المرضي كويس، وطبعا هنعمل التحاليل المهمة حسب احتياج الحالة. بس خليني اقول لك ان مش كل مرة نصحى واحنا عرقانين نرعب نفسنا، لكن لو كان الموضوع متكرر ومن غير سبب واضح ساعتها بس لازم نتحرك. خليك فاكر ان جسمك دايما بيبعت لك رسائل، فبلاش تطنش. الكشف البدري هو اللي بيطمنك وبيحميك.